السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل طبق فول بالبسطرمة. طبق فول جميل جدا، حاجة كده من الآخر. طبعا كده هنبدأ الأول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا طاسة فيها كده معلقة زيت سمنة زبدة، اللي حابة تشتغلي بيه ويريحك تشتغلي بيه تمام. طبعا أنا كده معايا أنا هستعمل زيت. معايا كده الزيت بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده بصلة متقطعة، هبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نقلبها كده مع الزيت لغاية كده لما تدبل. طبعا كده طبق فول سهل كده وجميل جدا، جميل جدا للعشاء والفطار، سهل ومقاديره سهلة جدا جدا وطريقته كمان بسيطة جدا كمان. طبعا كده الأول هندبل كده البصلة ونقلبها كده كويس لغايه كده لما تبدا كده تدبل معانا. بعد كده ننزل بباقي المكونات، مكونات سهله وبسيطه جدا. طبعا كده هنبدا ننزل طماطمايه بسم الله الرحمن الرحيم متقطعه كده مكعبات، نقلبها كده كويس مع البصل. هنبدا كده ننزل قرنين فلفل، واحد احمر واحد اخضر، اللي حباه ممكن كده تحطي فلفل مش حامي اصلا، تحطي كده فلفل بارد يعني يبقى برضو جميل. هنبدا كده ننزل شويه كزبره، شويه كده كمون، طبعا كده وسنه ملح كده بسيطه، لان كده اكيد البسطرمه بتاعتنا فيها التوابل وفيها الملح، عشان كده الطبق ما يزيدش ملح مننا. بعد كده هننزل البسطرمه. طبعا كده معانا البسطرمه مقطعينها كده قطع صغيره، ونبدا كده ننزلها مع الطبق الحاجات بتاعتنا، نسيبهم كده يتقلبوا مع بعض كويس ياخدوا كده تقليبه حلوه. بعد كده نبدا نضيف باقي الحاجات بتاعتنا ونكمل الطبق. طبعا كده طبق سهل وجميل وسريع في نفس الوقت، مش هياخد منك اي وقت ولا مجهود. طبعا كده قلبنا الكرام كله وحطيناه كده مع بعض تقليبه حلوه. طبعا كده رشه بقدونس تعمل لنا كده ريحه جميله. طبعا معانا الفول بتاعنا، انا زي ما قلت كده ما بحبش الفول صحيح، بحبه مهروس. طبعا لو حابه كده تخليه صحيح ماشي. هنبدا كده نقلبه. طبعا الطبق كده بتاعنا لسه ما خلصش، لسه هنكمله برضه يا دوبك بس كده الفول يغلي كده غلوتين مع البسطرمه والبصل والفلفل والطماطم والكزبره والكمون اللي احنا ضفناه عشان ياخد كده من طعم بعضه. نبدا نجهز الحاجه اللي احنا برضو هنضيفها على الفول بتاعنا. طبعا كده هننقل الفول على عين تانية عشان نجهز اللي هنجهزه. طبعا كده معانا طاسه فيها كده معلقه سمنه بلدي بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده البيض بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا كده ننزل بيه. نقلبه كده طبعا. احلى واجمل كده طبق فول بالبيض والبسطرمه، حاجه كده جميله جدا تنفعكم كده في العشاء في الفطار. طبعا كده لو في السحور برضو كده في رمضان بيبقى جميل جدا الطبق ده. رشة كده فلفل على الفول، على قصد البيض بتاعنا، رشة ملح كده بسيطة جدا. طبعا كده خلاص البيض بتاعنا ضافينه كده من تحته. طبعا وكده طاسة الفول هنبدأ كده ننزل البيض بتاعنا. شايفين احلى واسرع واجمل طاسة فول عملناها مع بعض. طبعا وبرده ممكن كده حاجة تانية، انت ممكن كده الفول ده تعمليه بالطريقة دي وتحطيه كده في الطاجن وتكسري كده البيض
توسعي له كده مكان وتحطيه في الفرن برضو بيبقى جميل جدا. بس دي اسهل واسرع كده طريقه تعمليها بيه لو انت كده مستعجله او مش مستعجله. هي الطريقه دي جميله جدا طبعا كده. وهندي كده رشه بقدونس. احلى واجمل كده طاسه بيض بالبسطرمه قصدي طاسه فول بالبيض والبسطرمه. جربوها كده، شفتوا الطريقه قدامكم سهله جدا وبسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.